خلي بالكم من اللي هيحصل في راس السنة، ويا ريت تسيبوا البيت وتمشوا، لأن اللي هيحصل أكيد هيكون فيه ضرر كبير ليكم كلكم. دي الرسالة اللي وصلتني في يوم من الأيام. اليوم كان عادي وكنت نايمة، لقيت الباب بيخبط بعد منتصف الليل. استغربت وصحيت وأنا مفزوعة، ولما رحت أشوف أمي وأبويا لقيتهم لسه نايمين. نزلت علشان أفتح الباب وأشوف مين اللي جالنا في وقت متأخر كده، ولما فتحت ما شفتش أي حد، شفتش غير برطمان إزاز وفيه ورقة. ولما فتحت الورقة قريت الكلام ده. صحيت أمي وأبويا وعرضت عليهم الموضوع، هم قالوا لي إن أكيد حد بيعمل مقلب أو حتى بيهزر، وأروح أكمل نومي وانسى كل حاجة حصلت. انا فعلا نسيت كل حاجة وكملت نومي، واليوم عدى عادي جدا. بس بعد اسبوعين لما جينا ليلة راس السنة حصلت حاجة غير متوقعة لينا كلنا. اليوم كان بادئ عادي جدا، زينا البيت وقاعدين فرحانين وبنحضر العشاء علشان نستقبل كل اهلنا. وفجأة جت مكالمة لابويا، واول ما المكالمة دي جت له ورد عليها لقيت شكله اتغير، وراح لامي وقال لها حاجة في ودانها، وهما الاتنين قالوا لي انهم لازم يمشوا واني اخلي بالي من نفسي لان ممكن يتاخروا. ما كنتش فاهمه ايه اللي حصل، بس قلت ان ممكن جدتي يكون حصل لها حاجه لان هي كانت تعبانه في الفتره الاخيره. قعدت في البيت لوحدي مستنيه مجي امي وابويا، وفجاه وانا قاعده وبتفرج على التلفزيون لقيت الباب بيخبط بصوره كبيره. نزلت علشان افتح، بس في لحظه افتكرت كلام امي قبل ما تمشي اللي قالت لي ما افتحش لاي حد مهما حصل. فضلت واقفه قدام الباب وانا مش عارفه اعمل ايه، واصوات الخبط كان بيزيد. حد كان بيرزع على الباب حرفيا وعمال يقول لي بصوت اجش افتحي الباب دلوقتي. خفت جدا ورجعت لورا وقعدت في الارض وحطيت ايديا على راسي، وانا برضو مش عارفه اعمل ايه. وكل مدى الخبط ده بيزيد لدرجه ان بقى مع الخبط اصوات ضحكات شريره لنفس الشخص اللي بيخبط على الباب. قررت اني اطلع واستخبى في اوضتي لاني كنت متوقعه انه هيكسر الباب في اي لحظه. فعلا طلعت اجري على السلم، استخبيت جوه اوضتي وكمان قفلت الباب، ومفيش 3 ثواني سمعت صوت باب الشقه وهو بيتهبد على الارض وبيتكسر. وفجأة حصل اللي ما كنتش متخيلاه ولا حتى متوقعه انه يحصل.